السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المغاربة اللي ظلوا يسبوا في الجزائريين في التعليقات، المغاربة اللي كل ما كاين فيديو فيه الجيش الجزائري أو الدولة الجزائرية تتضامن مع فلسطين يثوروا يسبوا في الجزائريين. ما تحشموش على أرواحكم؟ ما حشمتوش على عرضكم؟ ما كفاكمش أنكم طبعتوا مع الصهاينة اللي باعوا القضية الفلسطينية؟ ما كفاكمش أنكم طبعتوا مع الناس اللي خانوا الله سبحانه وتعالى وقتلوا الأنبياء والرسول عليهم أفضل الصلوات وأزكى التساليم؟ ما كفاكمش أنكم ملي كنتوا نتوما خونة؟ ما كفاكمش أنكم مديتوا يدكم لأعداء الإسلام اللي يقتلوا في خوتنا في غزة؟ ما كفاكمش أنكم بعتوا الشرف نتاعكم للكيان الصهيوني؟ ما كفاكمش وما كفاكمش تجيو للتعليقات وتجيو للفيديوهات نتاع الجيش الجزائري الأصيل والعظيم وتسبوا فينا؟ حنايا ما طبعناش مع الصهاينة، حنايا لسنا بخونة، حناش خوان، حنا ما بعناش الأمة، حنا الجزائر رغم كل العواصف التي مرت بها لا زالت واقفة مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. ثم راكم بعتوها بكري، بعتوا رواحكم وبعتوا الدولة نتاعكم، ما زلتوا تبوسوا في اليدين نتاع اللي مد اليدين نتاع الملك نتاعكم اللي امتدت للصهاينة اللي قتلوا خاوتنا في غزة واللي راهم يحاربوا في الإسلام، وتجيو تتهمونا احنا بالتطبيع. احنا ما عندناش علاقات مع الصهاينة، احنا ما عندناش علاقات مع إسرائيل أبدا، ما عندناش علاقات مع بني صهيون. ما كفاكمش الزلازل والفيضانات اللي صابوا بلادكم واللي دقستوا فيها حتى تزيدوا تجيبوا تسبوا الجزائريين في التعليقات وتسبوا الجيش الجزائري؟ الجيش الجزائري قوي، الجيش الجزائري بشعبه، الجيش الجزائري سيبقى صامت. الجيش الجزائري ملي كان هو يضحي على جال الجزائر هذه وعمرنا ما بعناها، ضحينا لآخر رمق وما بعناش الجزائر. ثم جاوكم الصهاينة في ليلة واحدة، بعتوا دينكم، بعتوا بلادكم، بعتوا كل شيء نتاعكم، حتى من الشرف نتاعكم بعتوه. هذا دليل على أنكم لا حياء لكم، ما تحشموش، لا دين، ما عندكم لا دين لا ملة. كون جيتوا صح عندكم الدين وعندكم الملة وفيكم الحشمة وفيكم التربية والأخلاق، راكم تقولوا عيب. احنا خوانا ما نحشموش على أرواحنا، عيب. لازم نترباو، لازم نديو الأخلاق من القدوة من الجزائريين ونديو القدوة منهم. تجيني انت في التعليق وتسب الجزائر؟ سفتك واش؟ هذا دليل باللي راك ماكش متربي، هذا دليل باللي راك ماكش متخلق، هذا دليل باللي راك نورمال بعت بلادك وبعتها. الجزائر هذه ضحوا عليها من الثورة الجزائرية، ضحوا عليها 1.5 مليون جزائري. هذه من الثورة ابتداء من 1954 إلى غاية 1962. أما من 1830 إلى غاية 1962 ضحوا أكثر من 10 ملايين جزائري، وهذا بدون المقابر اللي مازال ما تكتشفتش. تضحية صعيبة والحرية صعيبة، ما يقدروا لها غير الرجال، أما الخونة مكانهم في المزابل. تحملوا النتائج نتاع الخيانة نتاعكم. راهم جاوكم الصهاينة، راح يديوكم الأراضي نتاعكم، راح يصدموا عليكم كما قال القذافي الله يرحمه ويوسع عليه إن شاء الله، زنقة دار بدار. راهم دركا بداو يصدموا عليكم الديار ويستلموا منكم المنازل هذوك اللي كنتوا نتوما تسكنوا فيها بحجة أنها كانت ملكية لهم قبل 50 أو 60 سنة. هذه النتيجة نتاع التطبيع نتاعكم والخيانة نتاعكم. قولوا اليوم الملك نتاعكم يفككم، وروحوا قولوا اليوم الملك نتاعكم ينقذكم مما هو أسوأ،
يمنعكم من شر قد اقترب. روحوا اليوم عند الملك نتاعكم، ما تجيوش عندنا حنا تسبوا فينا في التعليقات. حنا ما تهجمناش عليكم، حنايا نصرنا الإسلام ونصرنا القضية الفلسطينية ونصرنا عدة قضايا، عكسكم انتوما اللي بعتوا العديد من القضايا واللي خنتوا الأمة الإسلامية. وما زال راح تشوفوا الغضب من تاع ربي سبحانه عليكم، ما زال راح تشوفوا الغضب من تاع الله سبحانه وتعالى عليكم، ما زال يزيد يسلط عليكم الزلازل والفيضانات. بكل وقاحة تجيو تسبوا الجزائريين في التعليقات. الجزائريين أشرف منكم، الجزائريين أشرف منكم. الجزائريين مهما درتوا ومهما طغيتوا وراكم ما توصلهمش، لا في الشرف ولا في الأخلاق ولا في التربية ولا في الرجولة. حنا نموتوا وما نبيعوش بلادنا، نموتوا على التراب هذا نتاع الجزائر وما نبيعوش البلاد هذه، مستحيل، هذه حاجة مستحيلة، والثمن سوف يتم دفعه عما قريب. انتم ومن والاكم من العرب